السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أخوكم مصطفى جديد إن شاء الله. حاجة قناتكم يوميات غاوي باتش. بجد الموضوع بقى بايخ قوي، والموضوع بقى يزهق قوي، وبجد في ضغط كده، في اتفاق من تجار الا من رحم ربي. طبعا مش هنقول كل التجار ولا هنعمم على الناس كلها، لا، بس احنا بنقصد بكلامنا النهارده الناس اللي هي بتستغل موقف، الناس اللي هي بتستغل ضغط معين، ان انت في احتياج انك تشتري سلعه معينه، فلازم هتشتريها سلعه اساسيه، اكل شرب. فبقى للاسف في نوع من التجار هو شايف ان دي فرصه لازم يستغلها باكمل صوره، ولازم الفرصه دي لو هو ملحقش ان يستغلها غيره هيستغلها، فلازم يلحق يستغل الفرصه. وانت شايف ده مكسب سريع وان ده مكسب حلال. عايز اقول لك ولا حلال ولا هو اي مكسب اصلا، ده ولا عايز بالله وباء هيجي لك ونقمه وحاجه يعني في المكسب اللي انت فرحان بيه ده، هو ده ابتلاء، فهو ده اختبار من ربنا يعني. فالنهارده بقى هتتكلم فيها مصطفى زي ما انتم شايفين كده في بدايه الفيديو. انا الواحد محروق دمه جدا. النهارده هو يوم الاحد، احنا في رمضان، وايام رمضان اللي كلها خير ان شاء الله وبركه، وان شاء الله تبقى يعني المفروض يعني حتى رمضان يبقى درس كده وعظه، ويعني حتى الناس اللي هي يعني بتحاول طول السنه تبقى تصرفاتها مش مظبوطه حتى مع نفسها ومع الناس، تحاول يعني تكسب رمضان فرصه. احنا يعني فرصه في رمضان بقى يعني بنقول. انا مش عارف بجد الناس ليه دايما للاسف مش عارف الماده والفلوس بقت هي المسيطره للاسف، وهي المحرك الاساسي بشكل فوق الوصف. يعني انا بجد مش فاهم الناس بتتصرف كده ليه. انا بصوا يا جماعه، حصل لي موقف كده امبارح، شفت موقف كده وموقف غريب قوي يعني والله. يعني انا استغربت سبحان الله. انا بفضل الله عندي اكل، وانتوا عارفين ان انا دايما الاكل عندي بيبقى بزياده قوي، وما بستناش لما الاكل يخلص او مثلا يبقى عندي ناقص كيلو او 2 كيلو او 5 كيلو. لا، بفضل الله انا بشتري بالشكاير وبشيلها عندي بفضل الله، وابتدي اسحب. حتى لو عندي زوج، انا ده دايما مبدئي من زمان، انا حتى لو عندي زوج بشتغل ان انا يبقى عندي الاكل ده ستوك كتير، عشان ما تزنقش فجأة او كده. مش كان بغرض والله زمان ان انا كنت بشتري اكل كتير عشان اوفر، لا والله العظيم كان الاكل اصلا رخيص وكانت الدنيا حلوه، فالواحد كان برضك معود نفسه ان هو يشتري اكل بزياده عشان بس يبقى ستوك وما ينزلش طالع نازل ويشيل وكده وهكذا. فكنت دايما كل فتره انا بتعامل مع مكان معين، مش هقول اسم المكان ولا هقول الراجل ولا الكلام ده. فانا بتعامل مع المكان ده بقالي زمن، كنت اروح اشتري منه الشكرتين 3 4 شكاير اركنهم عندي والدنيا جميله، يبقى انا عندي الاكل بزياده ومش شايل هم الاكل ولا شايل هم ان انا اطلع وانزل واشيل وكده وهكذا. طيب صدفه كده قدر من كده سبحان الله، رحت امبارح اللي هو السبت، قلت اشوف الاكل وصل عنده كام. يعني انا دايما حتى لما بسمع الاسعار، هو كان للامانه يعني كان بيبقى الاسعار اقل شويه، او انا يمكن كنت باخد شكاره فممكن يكون الكيلوهات بتبقى اقل في الشكاره شويه. فرحت اسال امبارح، فاللي هو صاحب المكان ما كانش قاعد بره، كان هو قاعد في مكان تاني. فحد من اللي شغال في المكان بساله، بقول له الدنيبه بكام؟ قال لي ب 30 وب 35. قلت له البال كام؟ قال لي البال كام. انا كنت بسال على البال كام بالاخص عشان عارف ان في زيادات في الاسعار حصلت واستهبال من بعض التجار، وناس قالت لي مصطفى دي وصلت 60، كانت ب 50 وبعد كده 58 ومش عارف، المهم وصلت 60 في الاخر، اللي هي وصلت 60. فرحت اسال، قلت هل هو هسال كده اشوفه بيبيعها بنفس الفكره ولا لا. فقال لي هي ب 60 البلكم وصل 60. فانا قلت كنت رايح اسال على البلكم بالاخص عشان عارف ان هو اسعاره زادت يعني، فقلت اسال على البلكم. الدنيا دايما بتبقى اخر حاجه في فكري يعني، لما بتزنق قوي او بحس ان انا مثلا الاكل غلي قوي او الموضوع بقى اوفر، فممكن اشعر بالدنيا بحيث ان انا توفر معايا وان هي ازود بها الخلطه بتاعتي. زائد ان الاكل ده انا بفضل الله باكل حاجات تانية كتير، فالاكل بيبقى حاجه بتسعد حاجه يعني. انا الاكل مش اساسي او مثلا الطريقه اساسي، فحاجه بتشيل حاجه يعني. بس فالمهم عشان ما اطولش عليكم، فاللي شغال هناك قال لي الاسعار زي ما قلت لكم كده. فالراجل اللي هو صاحب المكان لقيته قاعد جوه كده في مكان، هو مكان واسع كده، فلقيته قاعد في المكان ده. فبسأل وانا بعيني شايف الشكاير، يعني انا بعيني شايف شكاير ومكتوب عليها كده شكاير متداريه كده. فبسأله بقول له البلكم بكام؟ قال لي لا مفيش. قلت له الدنيا، قال لي لا مفيش، احنا بكره اجازه لحد، تعالى لنا بقى يوم الاثنين عشان تكون جت. طيب حد يقول له مصطفى هو قال لك كده ليه؟ او هو يمكن فعلا ما عندوش، او يمكن هو في حاجه انت مش فاهمها. لا، ما انا اقول لك انا بقى استنتجت بفضل الله، وده المنطق واللي ربنا خلقنا بمخ عشان نميز دون المخلوقات يعني. انا هقول لك انا توقعت هو المكان اللي انا بشتري منه ده
مش كتير اللي بيروح يشتري بالشكاير زيي، يعني مش كتير، هتلاقي هو ايه معدودين على صوابع الايد الواحده. فاللي بيشتري عنده اكتر، او الغالبيه العظمى بتشتري عنده بتشتري ايه سايب اللي هو الكيلوهات. فهو النهارده لما بيبيع الكيلو ب 60، هو النهارده بيبيع الكيلو ب 60 سايب اللي هو البلكم. طبعا اصبح لما حد زي مثلا هو بقى يحسبها، يقول لك لما حد زي هيشتري منه شكاره ولا حاجه، فالشكاره كمان هيقول لي نازل 5 جنيه في الشكاره، فده طبيعي عشان بيشتري شكاره جمله، الشكاره بتبقى 25 او 50، فيقول لك هو هينزل في الكيلو 50، طب ما انا كده كده ببيعها فرط وبكسب اكتر. هتقول له مصطفى انت دخلت جوه نوايا الناس، هتقول له مصطفى انت ليه، ما يمكن انت ظلمته. يا اخي انا لو ظلمته بقى حسابي عند ربنا، بس انا بقول لك اللي استنتجته وتوقعته من خبرتي في التعامل مع الشخص ده، او من خبرتي من الاحداث اللي دايره وهو في الاخر تاجر، ومن خبرتي من للاسف ان كله بقى يستغل كله، وكله بقى يلعب على حته يعني حته اللي هي بايخه كده، اللي هو كله محتاج، فهو يشوف السلعه انت محتاجها. بصوا يا جماعه، لو تفتكروا كده من كام شهر فات الفلاس لما وصلت 30 و40 وابتدت تعلى، كانت الناس عماله تصوت والناس عماله تشتكي، وكان الناس طبعا متضرره، كلنا متضررين، يعني احنا كلنا كنا متضررين. معلش يا جماعه الفيديو ده كده عشان بجد الواحد محروق دمه. لما الفلاس ابتدت تعلى، لو تركزوا كده، كانت الدنيا والبلكم سعرهم هادي قوي، سعرهم هادي قوي، كانت الفلاس اللي عليها الكلام قوي عماله تعلى، كل سوق طلع لخمسه في ثلاثه في اربعه صح، وكان البلكم والدنيبه ما فيش مشكله فيهم. ليه؟ عشان الدنيبه والبلكم مزروعين في مصر. فكان الموضوع هم يعني بالنسبه لهم مش عارفين يعملوا ايه، هم عمالين يعلوا لك في سلعه واحده، عشان هي دي يقول لك ايه الحجه ان دي عشان بتيجي مستورده والدولار، ودي بتيجي تشحن وهكذا، وكان هم ايه الحجه دي اللي بيلعبوا عليها. وانت كنت تيجي تتكلم مع حد في التجار، فهي دي الحجه، هو مش هتقدر تتكلم معاه، يقول لك اصل انا شاري بالدولار وانا والحاجه دي جايه من بره مصر. فكان الدنيا والبلكم عشان موجودين في مصر ومزروعين، هم ما زالوا بيتزرعوا في مصر سبحان الله، وحتى الفلس بقت تتزرع في مصر. فدي كانت سعرهم هاديين، لو تفتكروا كده من كام شهر او من سنه كان سعرهم هاديين، تلاقي الدنيبه مثلا ب 10 ب 12 يعني كده، والبلكم مثلا ب 15 18 صح كده. اكيد الناس متذكره والناس اللي بتربي اكيد يعني فاهمه الموضوع ده. فكانت هي دي الحجه. فطبعا هم كتجار بقى، يعني الناس اللي هي الشيطان والعياذ بالله اللي سايقها، هم مش مركزين ان ده كله مكسب. والله انا بقول لك مش حلال، هتقول لي لا مش مصطفى انت بتحلل وتحرم، لا انا مش شيخ ولا بحلل وحرم، بس ده منطق، وانا راجل مسلم ودي تعليم ديني، ودي حاجه بديهيه قوي مش محتاجه ان هي شيخ ولا حد يشرحها لك. فقال لك ايه ده اللي هو كلها عماله تقول ايه الفلارس غاليه، طب احنا هنشتغل بالدنيبه والبلكم وما بقاش يجيبوا مننا فلارس، والفلارس كده هتبقى هتترمى عندنا، ده الفلارس كده هتبقى ملهاش لازمه هتسوس، طب احنا نعمل ايه؟ لا احنا نلف لهم من الناحيه الثانيه، احنا نعللهم كمان البلكم، نعللهم كمان البلكم. تبص تلاقي ان احنا وانت حاسه شايفه يعني، تبص النهارده تلاقي البلكم بقى ب 60 جنيه والفلارس ارخص 2 3 جنيه، عشان عارف انت خلاص بقى تشتغل على البلكم اللي هو مزروع هنا، المفروض ان هو المفروض ما بيجيش بالدولار، ده مزروع هنا. طب انت الحاجه السلعه اللي بتجي لك من بره دي بتقول انا بجيبها بالدولار ماشي، طب السلعه اللي هي مزروعه هنا انت ليه عملتها باصعب من الدولار كمان؟ فالموضوع بقى ماسخ وبايخ. مكتوب في الفيديو كده يعني، انا هكتب العنوان كده يعني غالبا بفضل الله، حسبي الله ونعم الوكيل، او حسبنا الله ونعم الوكيل في كل تاجر ظالم وما عندوش مبدأ ولا عنده ضمير، ما عندوش ضمير ولا عنده دين. ليه بقى؟ انت النهارده السلع اللي جايه من بره انت قلت جايه بالدولار، فانت بتتعامل معانا بان هي جايه بالدولار، فعمال تعلي ومحدش ايه بيتكلم معاك. طب دي سلعه موجوده هنا انت ما اشتغلتهاش ولا بعتها بالدولار، ليه بتبيعها بسعر القيمه بتاعه الدولار؟ وليه عمال تعلي في سعرها؟ وليه بتستغل ان ده عشان اكل فالهو مش مضطر يجي لك وهيشتري منك؟ ليه دايما بنتعامل مع بعض كده بوحاشه؟ يعني الا ما رحم رب طبعا يا جماعه، انا مش ملاك، انا بني ادم زيكم، بس الواحد بجد بقت حاجات صعبه قوي بيشوفها كده في الهوايه بتزعل. ليه التجار تحس يعني حاجه غريبه، وفي نفس الوقت سبحان الله في نفس الوقت يعني في نفس الساعه وفي نفس اللحظه العصافير بتتلم في الاسواق بشكل شره جدا وعلى اقبال بشكل غريب قوي. يعني جميل ماشي ده خير، ما هو ده مصطفى خير، انت زعلان؟ لا مش زعلان، بس بنفس الوقت برضك مصممين اللي بيلموا التجار برضك ان هم ياخدوها بسعر بخس قوي وسعر واقع قوي ما يجيبش حق تكلفه المربي او الهاوي مننا، التعب والمجهود اللي بيبذله مع الطائر لغايه ما طلع له الزغلول يسلمه له في ايده يستلمه، هو مجرد استلمه بايده هو مش شاغله اي حاجه ثانيه، انا خدته منك خلاص. ليه يا جماعه كده؟ ليه بجد كده؟ ليه الافتراء ده؟ ليه الظلم اللي احنا بقينا فيه ده؟ بجد حسبي الله ونعم الوكيل في كل تاجر وكل انسان ما عندوش ضمير. اوعى تفتكر المكسب والفلوس اللي دخلت لك كتير قوي في اللحظه دي وانت فرحان وانت قلت ان استغليت فرصه ان هي مكسب، لا 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 مش مكسب، لا 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 ده ابتلاء، ده ابتلاء والله. وصدقني والله العظيم ربنا دايما بيبارك في القليل، يعني انت اكسب كده بمرض الله، ومحدش يا جدعان ضد المكسب، ولا حد بيقول للتجار او بيقول للتاجر او بيقول لاي حد شغال في اي تجاره او سلعه ما تكسبش، لا اكسب بفضل الله وربنا يوسع رزقك، تضغط بس اللي قدامك احتياجه فتلعب على الحته دي، وان انت تستغل احتياج اللي قدامك ان هو كده كده مضطر يشتري منك سلعه فتروح عمال تزود. بصوا يا جماعه تهريج والله العظيم تهريج، كل اسبوع تسمع سعر
كل يوم تسمع سعر في الحبوب. الدنيا مش عارف ب 20 بقى ب 30 دلوقتي بقى ب 35 جنيه، اللي هي اصلا ملهاش اي معنى في الاكل يعني هي تلاقي اقل حبايه واضعف حبايه، ودايما هي اللي فيها المشاكل، ودايما هي اللي بتبقى صغيره واللي فيها طينه وفيها مشاكل، يقول لك التور بتاعي بسبب الدنيا. فليه ليه كده؟ ليه عمالين نضغط على بعض؟ ليه التجار مصممه ان الهاوي ما يستمتعش بهوايته دي؟ الهوايه دي يا جماعه بتبعد الشباب يعني اكلمك حتى من الناحيه الاجتماعيه كده، الهوايه ديت بتخلي الشاب اللي طالع لسه ناشئ 10 و12 سنه يبعد عن اي حاجه وحشه، اي موبقات، ما يتعرفش على شله مثلا تعلمه شرب السجاير وبعد كده يخش في سكه تانية والعياذ بالله. طب ليه؟ دي هوايه بتخلي الشباب تبقى روحهم حلوه، وبتنمي عندهم الثقافه والمحبه، وبتخليه يحب هوايه تشغله عن حاجات وحشه كتير ان هو ممكن يقابل بيها اي حد او اي صديق سوء في الشارع. ليه مصممين نضغط يا جماعه؟ دي حاجه والله العظيم انا نفسي بجد اي حد يكون ليه سلطه ان هو يتدخل في المهزله اللي بتحصل دي، واستغلال التجار لان هم عمالين يزودوا على الهاوي، ومصممين الهاوي ما يربيش، مصممين الهاوي يخرج من الهوايه. بنقول نحسن، بنقول نطور، انا واحد من الناس بحسن وبطور، ودايما اتكلم في فيديوهات كتير طور مستواك وبتاع وحسن، مفيش اي مشكله والدنيا جميله. يا جماعه سامحوني بتكلم بانفعال شويه بس عشان موضوع حرق دم بجد. طور ونقول للهاوي حسن. طيب ماشي، ما هو فيها وبرضه غصب عنه ظروفه الماديه وظروفه الاجتماعيه وظروفه الاقتصاديه في النظره للغلاء اللي حاصل، للحاله الاقتصاديه اللي البلاد كلها بتعيشها. هو امكانياته ان هو يربي زوج استرالي او زوجين استرالي، وهو امكانياته انه يبيعهم يطلع ب 50 ولا ب 100 جنيه، يبقى بالنسبه له فرحه، يجيب لاولاده حاجه، يفرح نفسه. ليه انت عايز تدمر الهوا ده؟ ليه عايز تمسح الهوا ده من الهوايه؟ ليه عايز تموته؟ ليه عايز تخليه ملوش وجود؟ ليه؟ طيب ليه؟ ما تنساش ان ممكن يكون هو ده راس ماله وهو ده اكل عيشه، يعني جنب لو هو شغال مثلا وظروفه على قدها او قبضه قليل فبيزود دخله ان هو يبيع شويه استرالي يكسب له منهم مثلا كل جمعه 100 200 جنيه. ليه انت مسحته؟ ليه عايز يعني مصمم ان ده مش موجود؟ بصوا يا جماعه برضك في فكره كده انا استنتجتها. اللي حاصل في موضوع الاسعار ده بتاع الحبوب، الغلاء المتوالي اللي هو ملوش نهايه ده، اللي بشكل عبثي وملوش اي واقع من الصحه. تجار زمان مثلا من 10 سنين او قبل كده كان الموضوع مش بالبواخه دي او الفجه اللي هو حاجه بقت فجوج كده بحاجه فجه بقى شكلها بايخ قوي. كانت الاسعار كويسه والدنيا حلوه، ورغم ان بفضل الله كان في طفرات غاليه وهكذا، وكنا بنبيع باسعار حلوه الحمد لله كهوايه، وكنت بتلاقي تعبك وشقاك حتى وبتربي جزء استرالي مش هقول لك طفرات او فلل ساعتها. بس اللي حاصل ايه؟ ان الهواة التجار بعد التجار طبعا انا ما بعملش الكلام يا جماعه، انا بقول الناس اللي ما عندهاش ضمير والناس اللي ما بتعرفش ربنا وما بتتقيش الله في تجارتها. التجاره دي يعني لازم تتقي الله في تجارتك عشان ربنا يبارك لك في تجارتك والسعاده تبقى بخير كده. في بعض التجار سمعوا ان بقى في عصافير بارقام، ما هو الفكره ابتدت تكبر عندهم. ده في عصفور ب 5000 بيبيعوه، ده في عصفور ب7، ده في عصفور ب10، ده في عصفور ب20، ده في عصفور وصل 30، ده في عصفور وصل 50000، ده في عصفور وصل 100000. سمعوا كده، خد الفكره او خد السمع ده وطبقه على كل الهواة. خد الفكره اللي سمعها دي ان في عصفور بيوصل 10000 و20 فطبقها على كل الهواة وعمم الفكره. يعني ايه؟ ده بيبيعوا يا عم عصفور ب 5000 جنيه، ده بيبيعوا عصفور ب 7000 جنيه. طب ليه الاكل ما يبقاش كيلو ب 70 وب 100 كمان؟ ما هو كده ده بثمن عصفور يجيب من عندي 20 30 شكاره. ليه انت معمم الفكره؟ ليه مش عارف ان في ناس بالنسبه لها دي هوايه، ان دي حاجه مصدر سعاده، ان دي حاجه بتخرجه من طاقه سلبيه بيستمتع بيها؟ ليه عايز تدمر الفكره بقى دي؟ ليه عايز تدمر الفكره دي؟ ليه؟ خلي درجات اكل. يعني انت النهارده هتقول لي يا مصطفى طب هو يعمل ايه؟ طب ما هو مش عارف ايه، طب ما هو ده الظروف، ده الحكايه. طب ماشي، خلي يا عم عندك مستوى لدرجات الاكل. يعني انا اجي اشتري منك جنيبه تقول له والله مثلا ايه، في ب5 وفي ب10 وفي ب20 وفي مش عارف سوبر ماشي. ما تقوليش ان هي مثلا ايه اصلك انت كده ايه يا مصطفى هو مش هيبيع، الناس كلها تجيب. طب ما اللي هيشتري يا عم حبايه غاليه قوي دي ونضيفه قوي دي هو عشان عنده عصفور مثلا غالي فيهتم بيه قوي. فمع رغم انها ضد الفكره، انا كل العصفور لو هو بجنيه زي ب 1000 جنيه كله رعايه واحده واكل واحد. بس انا بكلمك يعني انت لو عايز فعلا تتقي الله في الفكره بتاعه التجاره بتاعتك، يبقى انت النهارده الهوا اللي هيخش لك هو يشتري على قد امكانياته، هيشتري على قد راس ماله، على قد العصفور اللي عنده، على قد المبلغ اللي معاه. لكن ما تموتش الدنيا كده. انا مش فاهم، انا والله يا جماعه الواحد بقى يتحرق دمه. والفيديو ده معلش سامحوني الواحد بجد متعصب، يعني الواحد بجد متعصب. يعني انا رمضان كده الواحد بجد ايه ده؟ ليه كده؟ ليه كده؟ انا في زمن يعني احنا كلنا كده بقينا في زمن صعب، او كل واحد بيستغل فكره ان هو يضحك على التاني زي ما يفتكر نفسه ناصح. ليه؟ طيب ماشي. بصوا يا جماعه، كان في ليا زميل في الشغل كده، فكنا معزومين عندهم في عقيقه بنته ربنا يخليها له، هي ما شاء الله دلوقتي تلاقي كبرت وبقت عروسه الكلام ده من زمان. فانا كنت بربي يعني،
فتعزمنا على عقيقه، فروحنا اكلنا كده في منظر طبيعي كده عندهم في الارض، فرشولنا والاكل والدنيا جميله. فانا ايه شايف وانا قاعد بقى، شايف عصافير متجمعه كده على شوال كده، عصافير متجمعه كده عماله تاكل منه، فمنظر جميل قوي. فانا قمت قدرا كده بالصدفه لقيت الشوال المحطوط ده شوال ايه بقى يا جماعه؟ شوال دنيبه. شوال دنيبه. فايه ده؟ استغربت قوي لقيت العصافير متجمعه. فانا الكلام ده من زمان قوي، يعني الكلام ده ممكن مثلا فوق ال 12 13 سنه مثلا، او ممكن 14 سنه. فقلت له ايه ده العصافير بتاكل الدنيبه؟ انت انا قلت يعني هو بقى ده الشوال دنيبه، هو شايله مثلا، هو بياكل العصافير عنده او حد محتاجه او هكذا. قلت له ايه ده الشوال ده الشوال دنيبه؟ قال لي اه ده بيطلع من الرز وبتاع، فاحنا ما بنحتاجوش، ساعات بنرميه مثلا الفراخ، ساعات بنرميه مش عارف فين، ساعات بنرميه. المهم ايه طريقه كلامه ان هم مش محتاجينه اصلا، يعني هو اصلا الشوال بالنسبه لهم مش محتاجينه، هو بالنسبه لهم ده حاجه اصلا بتترمي في الاخر يعني. فقلت له يعني انت الشوال ده مش محتاجه اصلا؟ قال لا مش محتاجه، احنا عندنا كتير وطالع منه كتير. قلت له طب انا محتاج الشوال ده. قال له خده لو عايز تاند ليه. الشوال ده كان بتاع 50 كيلو يا جماعه، الشوال ده كان بتاع 50 كيلو. خدته وانا مروح معايا الشوال. وكان دنيبه عايز اقول لكم انا ما شفتش منها النهارده، دنيبه مبطرخه كده يا جماعه، ودنيبه كده بلدي مش طبيعيه، يعني في نفس قيمه وحجم حبايه الفلارس كده. دنيبه ما شفتهاش تاني يعني. فعايز اقول لكم بصوا هي يعني ملهاش معنى وملهاش عنده فكره وملهاش عنده اصلا قيمه. مش معنى كده ان انا بقول لك هي بلاش مرميه على طول، لا، ما هو خلاص المزارع ابتدى يفهم وابتدى يستوعب ان دي حبايه ليها طلب وليها تتزرع ومفيش مشكله عندي. انا اقصد اكيد النهارده ب 30 35 او البلكم ب 60 ولسه اكيد ممكن يزودوا بقى، ما هيصه ما خلاص بقى. هو اكيد ما بياخدهاش بالقيمه دي. هتقول لي ما هو بيشتريها وبعد كده في نقل وفي تغليف وفي اشوله وفي ايدي عامله، مفيش مشكله، بس برضك ما توصلش القيمه اللي هي توصل ب 60 جنيه. حرام حرام حرام. التقل لو مش عايز تطول اكتر من كده في الفيديو، وكل واحد هيسال وكل واحد هيحاسب على اعماله وكل واحد هيشيل مشاريبه زي ما بيقولوا كده بالبلدي. فانت اعمل اللي انت عايزه بقى، يعني انت انا بقى نداء ده كل تاجر بيسمعني لسه في يعني ذره كده يعني اتقي الله. يعني انا بقول لك اتقي الله والله العظيم، اتقي الله. وهي هتبقى زي عدوى. يعني ايه زي عدوى؟ لو انت رخصت شويه هتلاقي اللي جنبك هيغير منك وده هيغير منك، وهيبتدي هتبقى عدوى كده. هي يا جماعه هتبقى عدوى وتنتشر بفضل الله. هتلاقي ده ايه ينزل ده ينزل ده ينزل. بس مش عايز اطول في الموضوع، اكيد الناس بتتفرج عليها فاهمه، ومش عايز اطول عشان الفيديو ما يطولش اكتر من كده. فانا بقول يعني كل واحد ما بيتقيش الله. يعني بقى انا مش هقول لك يعني النهارده دنيا وبكره اخره كده، واللي انت عايزه اعمله، اللي انت عايزه اعمله وانت معاك كل الحريه كل الحريه. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد ان شاء الله. ما تنساش لو عجبك المحتوى تعمل اشتراك ليك واصحابك حبايبك المهتمين بالهوايه كانوا معاكم مصطفى، وربنا يكرم الجميع. وما تنساش الهوايه نوايا وربنا يرزق الجميع على قد نيته يعني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.